الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نزلت عليه رسالة وهو عنده 40 سنة. قعد 3 سنين وهو بيحاول ينشر الإسلام بشكل سري، وفي ال3 سنين دول كان بيواجه مهانة كبيرة جدا من الكفار مفيش أي حد فينا يقدر إن هو يستحملها، ومع ذلك مفيش ولا يوم فكر أو حس مجرد إحساس إن ربنا ما بيحبهوش أو إن ربنا مش عايزه يكمل الرسالة دي. وبعد ال3 سنين دي بدأ رحلة جديدة في إن هو يكون بينشر الإسلام بشكل علني، بل وكمان جزء من رسالته أو من انتشار الإسلام كان ناس كتير من أصحابه هم اللي صدقوا فيه وبدأوا إن هم يسافروا لأماكن كتير ويدعوا الناس للإسلام عشان كانوا فعلا مصدقين في الرسول ومؤمنين برسالة ربنا اللي أنزلها عليه. وأنت دلوقتي في العشرينات ومش قادر إن أنت تكمل حلمك، وكل ما بتواجهك عقبة بتحس إن ده أنت مش قد الحلم ده وأنت مش قد إن أنت تقدر تحققه، وإن أنت ما عندكش شغف أو ما عندكش طاقة أو ما عندكش أي حاجة تخليك تقدر تحقق الحلم ده. أنا أمنية فريحة، والنهاردة أول حلقة من حلقات رمضان اللي احنا اتفقنا عليها مع بعض. في الحلقات دي هيكون هدفي الأساسي إن احنا نكون بناخد الرسول قدوة من خلال حكاية أو موقف أو حكمة أو حتى حديث، علشان خاطر إن احنا نكون بنتكلم عليه وبنفلت ده على حياتنا دلوقتي. ويمكن النهاردة حابة أتكلم على إن مفيش أي حد في الدنيا ربنا بيخلقه بدون هدف. في جملة كده دايما بفتكرها وبترن في وداني طول الوقت علشان خاطر ان انا افضل مكملة وافضل ان انا احاول اعافر كتير قوي عشان اوصل لحلمي او اوصل للرسالة اللي انا موجودة علشانها في الحياة. هي فكرة ان انت ان لم تأتي للدنيا بجديد فاعلم انك عبء عليها. فكرة ان كلنا موجودين علشان نكون بنعمر. التعمير ده بيكون بطرق مختلفة كتير، كل واحد فينا موجود برسالة مختلفة، بس الفكرة كلها ان انت توصل للرسالة دي وتبقى بتعافر طول الوقت عشان تقدر تحققها. وده اللي احنا حابين نتكلم عليه النهارده. الرسول لما نزلت عليه الرسالة وهو عنده 40 سنة ما اعترضش وقال يا ترى هو انا ليه ما اكتشفتش الحلم ده وانا عندي 20 سنة او انا عندي 30 سنة؟ ليه ربنا ما نزلش عليا رسالة بدري شوية يكون عندي صحة كده ولسه في عز شبابي؟ ده ما حصلش، لان الفكرة كلها ان الموضوع ملوش علاقة بالسن. وعندنا اكزامبلز كتير قوي في حياتنا اليومية دلوقتي بدأوا كاريرهم وهم فعلا عندهم 40 سنة وقدروا ينجحوا ويعملوا انجاز عظيم جدا وبومينج جامد جدا بعد ال40. ويمكن الاكزامبل الحي قوي في حياتي دلوقتي لما بدات ان انا ادور على لايف كوتش، جه حظي في لايف كوتش هو معدي ال40 سنه. وبصراحه اول ما اكتشفت ان هو حاجه و40 حسيت للحظه انه طب انا عايزه حد شاب اكتر، بس الفكره ان هو بجد طلع شاطر قوي. واكتشفت كمان ان هو بدا اللايف كوتشنج من 5 سنين بس، ده معناه انه بدا الكارير الجديد ده من بعد ما هو عدى ال40 سنه. وده بصراحة برضو كان من ضمن الحاجات اللي في حياتي اللي بترن في وداني كده وبتقولي ان مفيش حاجة بعيدة، وان ايا كان عدى سنة او سنتين او 3 هو ستيل ان احنا لسه عندنا وقت ان احنا نحقق الحلم اللي احنا عايشين علشانه. الفكرة بس كلها ان احنا نفضل متمسكين بيه. زي ما قلت ان كل واحد فينا عنده رسالة في الحياة، في ناس كتير قوي بتبقى مقتنعة انه لا انا ما عنديش اي موهبة او ما عنديش اي حاجة ممكن اكون بعملها، فانا ببقى كوبي بيست من اهلي او كوبي بيست من الناس اللي انا عايش حواليهم. بس انا عايزة اقولك ان مفيش اي بني ادم بيتخلق في الدنيا غير لو عنده على الاقل 3 مواهب. الفكرة كلها في ان انت تعرف تكتشف الموهبة دي او تعرف تكتشف الحاجة اللي جواك اللي مستنية حد يطلعها ويكتشفها ويحاول ان هو يشتغل عليها ويطورها. ومفيش اي حد في الدنيا بينجح من غير ما يكون بيتعب كتير قوي، من غير ما يكون بيطور نفسه كتير قوي، من غير ما يكون بيتعلم كتير قوي. فكرة ان احنا نكون ماشيين بشكل تقليدي زي اللي قبلينا او زي اللي حوالينا دي حاجة ما بتوصلش الناس للنجاح ابدا. كمان الناس اللي نجحت وعملت بومينج جدا في حياتنا ولحد النهارده بنقعد نتكلم في الكوتس اللي هم سابوها او في الانجازات اللي هم عملوها، وممكن يكونوا ماتوا كمان من سنين كتير قوي، هم ما كانوش يعرفوا ان هم يعملوا الاثر ده في حياتنا. ما كانوش عارفين ان الكود بتاعتهم هتكون موجوده لحد النهارده. انا ماي فيفورت كود اللي دايما بقولها في كل الفيديوز بتاعتي هي كود لغاندي، بتقول be the change that you want to see in the world. يعني يكون انت التغيير اللي عايز تشوفه في الحياه. غاندي ما كانش يعرف ان امنية في 2024 هتبقى مقتنعة بالكود بتاعته اللي هو قالها، وان هي هتكون بتحاول تشارك مع الناس اللي حواليها. بس هو وقتها كان مؤمن بده، وقتها كان مؤمن بالتغيير ومؤمن بان الحاجة اللي هو هيعملها ايا كانت هي صغيرة او كبيرة هي قادرة ان هي تغير العالم. وقدر فعلا ان هو يغير العالم. فاحنا مش محتاجين نعمل اي حاجه غير ان احنا بجد نكون بناخد خطوات صغيره قوي وبنحاول ان احنا نكون مؤمنين باللي احنا بنعمله. والريزلتس دي بجد بتاعت ربنا، ليس للانسان الا ما سعى. النتائج او الحاجات اللي انا هوصل لها او ان قد ايه ده حلو او قد ايه ده وحش دي مش حاجه انا اللي هقدر احددها. وانا بصور الفيديو ده دلوقتي انا بقالي شهرين بحاول ان انا اصور الفيديو ده وعماله اقول لا انا لازم اكتب سكريبت، انا لازم اكون بعمله بشكل احسن، انا لازم احضر اضاءه كويسه، انا لازم اشتري رينج لايت بشكل احسن اكبر، اشتري مايك، اشتري. والفكره ان انا بقالي شهرين حرفيا ما اخدتش ولا خطوه لحد ما خلاص رمضان بكره اول يوم وانا لحد النهارده لسه ما صورتش اول حلقه. بس قلت لا انا مش هستسلم، لان ده حلمي وده الحاجه اللي
اللي انا عايشه علشانها، وده الاثر اللي انا عايزه اسيبه في الدنيا. فسواء الفيديو ده جاب فيوز او ما جابش فيوز، الناس عجبها او ما عجبهاش، بس على الاقل انا عملت اللي عليا، على الاقل انا اتكلمت، طلعت صوتي، طلعت اللي جوايا، طلعت اللي انا مقتنعه بيه وحابه ان انا اشيرت مع الناس. فاعمل انت كده كمان، حاول تاخد اول خطوه، قوم واتحرك، بغض النظر عن الخطوات صح ولا غلط، او ان ده احسن حاجه او ان ده مش احسن حاجه. خد بس خطوه، خد خطوه، وانا متاكده ان ربنا اكيد 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 هيكون معاك، وهتلاقي ناس كتير قوي بتشجعك. وزي ما حصل مع الرسول ان اصحابه هم اللي شجعوه، هم اللي حاولوا يشيرت، هتلاقي ان ناس كتير حواليك بتشجعك. بس برضو خلي بالك، الناس كتير قوي هتحاول تحبطك وتقولك ايه الهبل اللي انت بتعمله ده. فبلاش تيأس من الناس دي، وخليك مستمر ومتمسك بحلمك، عشان احنا عايشين عشان الحلم ده بس. وافتكر مرة تانية ان انت لو ما جيتش للدنيا بجديد، او ان انت لو ما عملتش حلمك ده، فانت هتكون عبء على الدنيا. وما اتمناش ان اي حد فينا يتمنى ان هو يكون عبء. فيلا قوم اتحرك. شكرا.